السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ والنهارده هنعمل مع بعض طريقة المربى الفراولة الجميلة اللي انتوا شايفينها دي. اعملوها مع السحور وكلوها بألف هنا وشفا. طريقتها سهلة وجميلة قوي، ودي طريقة امي ربنا يديها الصحة يخليها لي يا رب. هي اللي قالت لي على الوصفة دي وجربتها ومش هغير الوصفة دي ابدا، وهعملها دايما بالطريقة دي وهتعجبكم جدا. تعالوا بقى نعرف عملناها ازاي. اول حاجة تجيبي الفراولة كده لازم تكون جودتها حلوة جدا وتكون حمرا اهم حاجة. ما تجيبهاش خضرا. يعني سيبك من الجزء الاخضر اللي من فوق دوت، مفيش مشكلة خالص هنشيله. انما لازم تكون حمرا قوي، لان ده هيظبط معاكي اللون. وانت شفتي اللون بتاعها في اول الفيديو عامل ازاي. لونها طالع ما شاء الله جميل قوي، وتكون نظيفه ما تكونش فيها واحده بايظه عشان ما تبوظش معاكي المربى. انا بقى هقولك مقدار الكيلو هتعملي معاه ايه. اول حاجه انت جبتي كيلو من الفراوله اللي هي جودتها نظيفه ولونها حلو يكون احمر قوي، وتمسكيها تقطعيها حتت بقى براحتك خالص، عايزاها شرايح كده زي ما انا عاملاها قطع صغيره زي ما تحبي. بعد ما غسلتيها كويس وحطيتيها في مصفى نزلت الميه بتاعتها، تروحي حاطه على الكيلو الفراولة نص كيلو من السكر. نص كيلو من السكر وتقلبيها بيها كويس قوي عشان تدخلي السكر فيها كلها في الفراولية نفسها. طبعا احنا عارفين الفراولة بتكون محلية، فملهوش داعي نحط اكتر من نص كيلو سكر على الكيلو الفراولة. دي بتكون كفاية قوي لو انت عايزة يعني طعمها يكون معاكي مظبوط. ولا هي المحلية جامد قوي اللي تتعب، ولا هي السكر بتاعها يكون قليل، يعني مظبوطة جدا. قلبتها كويس زي ما انتوا شايفين كده وما فيهاش نقطة مية. انا حطيتها في مصفى نزلت المية بعد ما غسلتها، وجايبة جودتها نظيفة. حطيتها كده ودخلتها التلاجة من بالليل للصبح تقعد 12 ساعة في التلاجة. حطيتها من اول بالليل لحد الصبح في التلاجة، هي نزلت ميتها لوحدها. والسكر طبعا اتشرب في الفراولاية. لما ساح معاها اتشرب فبقت كده ايه. عملت معايا هتعمل معايا قوام المظبوط. هنشوف بقى كده نعمل فيها ايه. الخطوات اللي جايه مهمه، ركزي معايا فيها كويس جدا عشان دي اللي هتظبط معاكي الفراوله وهتخليها احلى من بتاعه اللي انت بتجيبيها جاهزه بتاعه المحلات والشركات بره. حطيتها على النار، حطيها عادي على النار المتوسطه ولا عاليه ولا اللي هي الواتساب، حطيها على نار متوسطه. وخليكي برضو متابعه من وقت للتاني تقلبيها. هتلاقيها اول ما بتبدا تغلي معاكي. بصوا القطعه اللي انا وريتها لكم دي، انا مقطعاها قطع. انا عايزه فيها اللي هي الفراوله اللي هي بتكون قطع فيها حتت كده الاقيها. لو انت عايزه تبقى مخفيه خالص القطع فيها وعايزاها مربى سايبه، تمسكي نص الكميه اللي انت جايباها. يعني لو جايبه كيلو، امسكي نص كيلو منها اضربيه في الخلاط، والنص التاني قطعيه قطع صغيره وتحطيها كده تضربيها في الخلاط. طبعا ما تحطيش ميه خالص عليها، يعني حاولي ان انت تضربيها في الخلاط. ان انت او تهرسيها بهراسه. مثلا بلاش تضربيها في الخلاط، ممكن تهرسيها بهراسه اللي هي بتاعه البطاطس دي. اهرسي نص الكميه والنص التاني تقطعيه قطع صغنونه جدا، فهتديكي برضو قوام جميل جدا وهتخليها معاكي سايبه خالص. بس دي الناس اللي هي بتحب الفراوله تكون ما فيهاش قطع صغيره اللي هي بنلاقيها فيها. بس الطريقه دي جربيها والله بتطلع جميله جدا. انا بعملها بصراحه، هتشوفي. انت شفتيها في اول فيديو، هتشوفي في اخر الفيديو الشكل بعمل ازاي. طول ما هي بتغلي وهي بتغلي على النار كده، لو عملت رغاوي معاكي بتفضلي طبعا تشيلي الرغوه اللي على الوش دي عشان ما تبوظش معاكي الفراوله. بصوا كل ما بتيجي بتغلي لونها بيتقل معايا وبيبقى لونه اغمق وبتكون جميله جدا. انا بلم الرغاوي اللي هي على الوش دي علشان ديت اللي بتعمل لي، لو انا سبتها في التلاجة هبوظ معايا الفراوله، فلازم اشيلها. باقعد اقلب فيها، تابعيها من الوقت للتاني. يعني انا مش طول ما انا واقفه بقلب فيها، انا من وقت للتاني كده بقلب فيها ومتابعاها وهي على النار. هجيب نص ليمونه وهعصرها لما ابتدت تغلي معايا كده. اروح جايبه نص ليمونه وفي مصفى عشان ما تنزلش مني بذر او الفرافيت او القشور يعني اللي بتكون في الليمونه دي. فالافضل اعصريها كده في مصفى. هو نص ليمونه بس عشان دي الماده الحافظه بتاعتها وبتظبط لي القوام بتاعها. بفضل اقلب فيها، واول ما بحس ان هي بتتقل هعمل لها الاول اختبار عشان اتاكد ان هي كده خلاص اتظبطت معايا ولا لا. الاختبار هنا هيكون ازاي بقى. هتجيبي معاكي طبق كده وتحطي عليه معلقه من الفراوله، وبصبعك كده تعملي خط. لو الخط ده قفل على بعضه يبقى الفراوله معاكي كده. لو قفل على بعضه يبقى الفراوله لسه ما استوتش. لو ما قفلش وسيب الخط كده مفتوح يبقى الفراوله دي استوت، وطفي النار عليها فورا. واول ما هتبرد هتبداي بقى تحطيها في برطمان. برطمان عقميه كويس جدا الاول، وبعد كده تروحي حاطه فيه الفراوله بعد ما غسلتيه نشفيه. وعلى بخار كده بتاع النار تروحي حاطه البرطمان كده من فوق ياخد البخار كده. انت عقمتيه عشان ما تبص منك، وحطي الفراوله فيه مش هيحصل لها حاجه خالص. خلي بالكم التصوير دوت بعد ما دخلتها التلاجة وطلعتها كمان بوريكم قوامها بعد ما طلعت من التلاجة. جميل جدا عامل زي بتاعت بره بالظبط.
ما فيهوش برضه حتى ما تحسيش إن هي لو نشفت منِّك بعد ما دخلت التلاجة يبقى كده الطريقة معاكِ كانت بايظة، هي ما نشفتش مني ولا أي حاجة لإن أنا وريتكم أخدت السِوَى المضبوط، عملت لها الاختبار أول ما لقيت الغليان وشِلت خلاص اللي هو الرغاوي اللي على الوش، رُحت عملت لها الاختبار اللي في الطبق ده عشان تعرفي إذا كانت استوت والّا لسه، وإن هي كده خلاص كفاية عليها كده. اعملي الخط اللي أنا وريته لِك ولو قفل على بعضه يبقى لسه سيبيها شوية، لو فضل مفتوح زي ما هو يبقى كده خلاص الفراولة معاكِ بقت تمام أوي، وطفّي عليها وكليها بألف هنا وشفا بعد ما تبرد، وحطيها في التلاجة وحطي منها على السحور، وممكن تحطي منها على الزبادي اللي عملناها في حلقة قبل كده هانزّل لكم الرابط بتاعها، حطي منها معلقة حلّيها بيها بتبقى جميلة جدًا، وممكن تحطي برضه عندي أختي قالت لي على طريقة جميلة جدًا، حطي في الكوباية اللي أنتِ أو الطبق اللي أنتِ هتحطي فيه الزبادي، وحطي منها معلقة كده تحت، وحطي عليها الزبادي ودخّليها الفرن زي ما عملنا في الوصفة اللي هاسيبها لكم في صندوق الوصف، هتعجبِك جدًا وكليها بألف هنا وشفا وكل سنة وأنتم طيبين. عايزة لايكات كتير وعايزة مشتركين يشجعوني. أشوفكم في حلقة جديدة من دلع مطبخك مع نانسي. باي باي.